صباح الفل. انا عايز اقول ان انا مش عارف احنا وصلنا فين اصلا، بس الموبايل حصل شحن ونمت. صحيت الساعة 6:30 الساعة 7 يا دوبك على ما لبست عملت الشنطة وجبنا فطار. هو مش شايف ولا مش شايف قدامي برضه، احنا تقريبا ما نمناش من ساعة ما جينا شوية حلوين على بعض. بس احنا النهاردة رايحين دهب، جايين رايحين دهب، فاحنا هنفطر بدري قبل الباص بتاع دهب ده ما يجي، وهنشوف هنعمل ايه في اليوم ده. بس هيبقى يوم حلو يعني ان شاء الله. ده اخر يوم ان احنا المفروض هنسافر بكرة. تعالوا افطروا معايا بقى. صباح الفل. بعد الفطار كده اهوت بنركب السيرفيس عشان الغرام التاني نركب في ده مستنيين الناس. شوف هنعمل ايه. على الله كل ساعة. ويلكم تو دهب. دي الدخلة. ها انتوا تعمل لي مشكله قدام المندوبه صح؟ ما تاذينيش قدام المندوبه. بتاعتك هو كده يروح يفتن عليا يقول لي هو بيطلع صور الناس تحت الفلاج ما بيشتغلش. يرضيك؟ لا ما يرضينيش. ده كتير هتلبس بناطيل يا عم ما كانتش جايه يا ولد. عمل اطول غطسه موجوده في التاريخ، غطس لمسافه 10 متر، قعد تحت الميه 120 ساعه و5 دقائق. حد سمع عنه؟ 5 ايام. ادخل على جوجل، ادخل على اليوتيوب واكتب حلقه منى الشاذلي مع صدام كيلاني، ده اسمه، وشوف مدى ابداع هذا الرجل لما كان بيحكي تجارب فشل ونجاح لغايه ما وصل لهذا الرقم. كان بياكل، كان بيشرب، كان بيلعب، كان بيصلي، كان بينام تحت الميه لمده 5 ايام، والفيديوهات موجوده حتى الان على اليوتيوب. اكتب صدام كيلاني. جه واحد سويسري ضرب الرقم بتاعه 142 ساعه و3 دقائق، وهو دلوقتي بيحضر ل7 ايام. ولكن في النهايه نقدر نقول لينا كل الفخر ان هو مصري عربي دخل موسوعه جينيز ريكورد وعمل اطول غطسه موجوده من اطول الغطاسات اللي موجوده في التاريخ البشري. طبعا زي ما قلت الصبح، سينا طبيعتها مختلفه. كل الجبال اللي حوالينا دي كانت تحت الميه من ملايين السنين، كانت تسمى بالبحر الاعظم. حصل عندنا بركان اسمه البركان الاعظم، سمك الارض عالي نتيجه التكوينات البركانيه، كون شبه جزيره سيناء، انحصرت الميه كون الفتحين خليج العقبه وخليج السويس. فعشان كده علامات اللافا والماجما اللي هي العلامات السوداء اللي موجوده على الجبال ديت ظاهره بوضوح، دليل ان كان في بركان ملايين السنين هنا. فعشان كده في حاجه في مصر اسمها الخريطه الجيولوجيه، بيوضح الطبيعه الجيولوجيه اللي موجوده والمعادن. يمكن اشهر معدنين موجودين الجرانيت الاحمر والبازلت الاخضر. طبعا احنا قدام كانيون من اصغر الكانيونات اللي موجوده هنا عندنا هنا في سينا. اكبر كانيون موجود في العالم اسمه الجراند كانيون بامريكا. ثاني واحد بيترا في الاردن ومدينه البتراء او المدينه الورديه. ثالث واحد عندنا هنا في مصر 170 كيلو متر من شرم الشيخ، 40 كيلو مدقات بنروحها باللاند كروزر، 250 متر بتنزل تحت، 5 كيلو بتمشي على رجليك، ما بتقولش غير كلمه واحده بس سبحان الله. لان هناك عوامل التعريه عملت من الصخور اشكال، صخره على شكل راجل، صخره على شكل ست، لوحات ربانيه بديعه مرسومه بايد الخلاق ما تدخلش فيها اي بشر، عين بيقولوا عليها عين الشيطان، صخره محفوره في قلب الجبل بيقولوا عليها عرش الكانيون، ممكن تشوف تنين، تمساح، بطه، وزه على جدران الجبال. اسم الكانيون اسمه الكانيون الملون او الكالر كانيون او الخدود الملون. ادخل على جوجل واكتب هذا المكان، هتظهر مدى جمال هذا المكان. هنمشي بالكانيون او النفق ما بين جبلين دلوقتي،
هنطلع فوق عند العشه اللي فوق دي، هتظهر البانوراما الناحيه الثانيه خليج العقبه ومدينه تبوك. هننزل من هنا نشرب الشاي ونتنقل على المحطه اللي بعديها. طبعا اللي مش قادر واللي مش حابب يقعد في الخيمه هنا يستنى باقي المجموعه. اسم الجروب بتاعنا علي بابا. هيبقى معانا احمد المصور. طبعا احمد طبعا علي بابا طالعين الجبل اهو، الشمس ضربة فينا ايه يعني. اكتر حاجة ندمت اللي انا عملتهاش ان انا ما جبتش كاس. والله كنت هجيب البورنيطه وعمال اروح كتاب الشنطه مع الطاشه، كتاب الشنطه مع الطاشه. هتعمل بقى ايه يا بابا؟ يا عم ما بدلش هتنفع في الوقت ده؟ ناخد ضربة شمس هتموتنا. مش هنشيلنا، هنخليها تشيل. حط اول كلمه جسر دهب المعلق. جسر دهب اللي فوقنا ده صورها اهو عشان تبقى اهو اهو بقول لك يا نور. ايوه ايوه ايوه. جاي من البيت. احنا هنا فوق ايه عبيط هنا القاهره. انت يا اسطى انت رايح فين؟ عدي. يا هتعدينا؟ بس ترفع التليفون. طب لو حد، لو واحد مليان شوية بقول لك ايه؟ ايه؟ اديك صورة فين؟ اديني بس صورة وانا اديني صورة واللقطة. يا نهار اسود يعني. طب لو واحد مليان شوية، طب انا هوقف اخد صورة. النهارده على الطلبه نمسك شطر. قول كلمة للناس. كلمة جميلة والله عشان انتوا معانا في الرحلة دي واحنا مبسوطين ان انتوا معانا. واسطى. شبرا ورجالة شبرا من هنا شبرا. قد من الدنيا. هنا اه يا صاحبي. يا صاحبي انت بتودينا اماكن، انت هتسيبنا بقى. بس بالله عليكم تطلعوا فوق اول ما تمسكوا ما حدش يمشي ولا غلط. انا معاكم برضه هطلع ورا. يعني هنطلع نقف عند العشه اللي فوق دي. صوروا فوق. هنط لك من فوق دلوقتي استنى. يلا يلا فين؟ احنا هنطلع كده يا جدعان. اطلع يا عم امشي. المفروض يا ابني انت اللي تمشي ورايا بالكامل. مفيش وقت نقف. استغفر الله العظيم يا رب. انا كنت عامل فيديو طلعنا مبنى ارتفاعه 500 متر. انا من المكان ده بقرر ان انا طالع جبل 20,000 متر. انا مش عارف احنا رايحين فين. امسك يلا. خليك من تحت. انا قعدت اطلع فوق تصورني. وبعدين بقيت متسلق جبال على اخر. يلا صاحبي. يلا يا باشا. خلاص يا صاحبي مش ماشي اصول. انا كده ما حقه بهلول. بصوا يا جماعه هو ده انا هنطلع هنا بس انا انجليزي ده يا مرسي. الله اكبر ولله الحمد. طلعنا هنا ازاي؟ بص على نور. بص يا عم سيبك من الفوتوغرافر اللي انت بتعمله ده. انزل تحت يا بيتر. قول لي تعالى نكمل. نكمل فين يا صاحبي؟ انا عايز تروح فين؟ نكمل فوق هنا صح. انت شايف اللي انا شايفه؟ نكمل ونشوف. شايف الحر والجو عامل ازاي؟ مشكلة صح. صاحبي لسه شباب. صاحبي فينا شر غير. هنطلع نكمل. انت اللي شباب انت احنا عندك كام سنة؟ بقيت عجوز. عضمة عجزت. بيتر جاب الشاي اهو. شاي بدوي. يا زميلي. يا زميلي احلى مسا والله. نتحلل ولا عايز يتحلل؟ الناس دي يا جماعه احنا اتعرفنا عليها في الفندق واحلى مسا عليهم. مش عارف انت تشربه حلو ولا مظبوط؟ هو طعمه كده الشاي، انت لو تدوقه اللي هو على الله ان شاء الله. يعني هو انت شغال دلوقتي؟ هتلبس السجاير عبد. انا اول مره اشرب كوبايه شاي كده. طعمها حلو على فكره. ده مغلي. الكلام دي عامله ازاي؟ بيتغلي كذا مجة واثنين وثلاثة. لا جميل جميل والله. خلاص بقى كوبايه وارجع. خوفوا خفرع ومن قرع صابوا القاهره وجم الشرق. هنا بقى على رأي المشرف مقال هنا الأعشاب والحوارات دي. انت
لا والنبي قول لي الحته بتاعت انت مني بيدفع وبتاعت اقولها لك لا قولها لي بقى والله هقولها لك. والنبي والله لا مش هقولها دلوقتي، هقولها جوه. يا جماعه هو بيقول بقى اعشاب وعلاج طبيعي وبتاع تعالى بس يعني هقول لك كل حاجه. اهو ده ايوه ده هو انا كمان شعري بيقع هو انا ما عنديش شعر. يعني اللي عنده هنا بقى اللي متجوز كده مراته تقعد تشتري وهو يحاسب في الاخر فما يلاقيش معاه فلوس فينضرب ويرجع مصر يرجع مصر ماشي. بس احلى حاجه هنا في تكييف. لا والله احنا فرحتنا من المشوار الاولاني بص العالم ده العالم دي بتموت يا جدعان. طبعا كلمة شوبينج زي ما قلت الصبح كلمة بتحبها كل ست وبيقلق منها كل راجل، والضحية واحدة مهما اختلفت جنسيته الراجل طبعا، لأن احنا اللي بندفع. وطبعا بالنسبة للناس اللي بيقضوا شهر العسل يعني لا ده بيتسجل دلوقتي. ده لو سمحت المايك بعد اذنكم يا جماعه. طبعا بالنسبه للناس اللي بيقضوا شهر العسل ده العلم اللي بيقول البحث الميداني اللي رفع عن سيكولوجيه المراه بيقول ان كل ما ازدادت مشتريات المراه كل ما قل كتابها. يعني يوم شوبينج اسبوع بلا نكد بلا مشاكل. ودايما واحنا ماشيين معاهم ما بنقدرش نساوي ما بين مشوار اولاد رجب كارفور الخضار الفاكهه ده بالنسبه لهم مشوار عادي جدا، ومشوار الجوهرجي او لبس العيد كم السعاده لا يقارن. ولكن في النهايه نقدر نقول ربنا يخليهم لينا ويخلينا ليهم وندفع. اي حد بيخرج بره مصر غرض السياحه بيبقى عارف هو هيشتري ايه، لان الكل دوله ليها معلم قد يكون سياحي او ديني. احنا عندنا الموضوع محير جدا نتيجه الاحتلالات الكتيره اللي عدت على مصر، فلكل محافظه طابع خاص وثقافه مختلفه ومنتج قد يكون فريد وحيد خاص بيها. الفيوم غير الواحات غير سيوه غير خان الخليلي غير الاقصر. بضيف عليه سعر وسيله الشحن، سياره النقل، العماله، ايجار المكان اللي بيختلف من منطقه سياحيه لمنطقه عاديه، فكل ده بيتضاف على سعر المنتج فبيبقى اضعاف لو جبته من المصدر نفسه. طب ايه اللي موجود هنا في سينا؟ دايما واحنا صغيرين كانوا بيربطوا الاعشاب بسينا. سينا تعتبر اكبر صيدليه مفتوحه للاعشاب الطبيه. دلوقتي الدكتور شريف هيشرح، دكتور في الطب البديل، هيشرح كيفيه استخراج العطور، انواع الزيوت العطريه والطبيه باستخداماتها المختلفه، حاجات بتستخدم للعلاج، حاجات بتستخدم للتجميل. بناخد الويلكم درينك بتاعنا، ولكن اجمل حاجه في ان هي اورجانيك مستخرجه من نباتات الطبيعه، احسن من الكوزماتكس اللي بنجيبها من اي صيدليه او اي مكان مخصص لمستحضرات التجميل. الحاجه الثانيه الاحجار الكريمه. يمكن احنا ما عندناش ثقافه ما ترى دون عليك حاجة كده. تخش بالكوباية كده على مناخيرك بيشب كده، بس ده حاجة جامدة. بقول لك لعلاج الصداع والبرد الانسداد اللي هنا اللي هو الجيوب الأنفية والحاجات دي معاهم لحد الآخر. جينا بقى وقت ركوب الجمال. الجمال هنركب الجمل وهنمشي هنشوف، هو بيقول هنشوف جبال السعودية وخليج العقبة وكده يعني. 4
اركب يا عم. ايه؟ اه يا عم هنا. راكب الجمل يا صاحبي، ده فيديو، ده احلى بس والله. ايه راكب الناقة وشرع، هو بيجري. لا ما تجريش بينا بقى، على هادي بقى. استنى معانا عشان معانا واحد. قول له كلمة واحدة. اطلع على الاسطبل يا سيدي. على الاسطبل. طب هو بقى معاك بقى، اديله قول له. أول مرة أركبه في حياتي. صورني صورة بموبايلك يا محمد. يروح وعبود على الحدود كان هربان فين؟ جو جامد 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 جامد. سايب على لسانه بحر. هي دي اللفه وتعبنا ومركبيننا جمال. مش واحد من لسانه. حد معانا عارف. امشي كده امشي كده يا ابني. يا ابني خش كده مش تبعنا. بعد ما نزلنا من على الجمل الحانة الحاجات دي أجرناها ونغير وننزل نشوف الشعب المرجانية، نشوف الدنيا عاملة ازاي. يلا بينا نغير. يلا بينا نغير. بعد ما ركبنا الجمال طلعنا نزلنا. انا عاوز اقول اقسم بالله اول مره في حياتي اكتشف ان انا ما نزلتش بحر طول حياتي. الشعب المرجانيه حاجه تحفه 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 بجد. كمان شفت راجل معاه كاميرا بعدة غطس بيغطس ماشي ورا السمك كده، معاه كاميرا عالية أوي عالية أوي وسايح. بيعمل زي قناة ناشونال جغرافي والكلام ده كله، اسمها ناشونال ايه. بس حاجة جامدة يعني. دلوقتي جايين نتغدى بقى ونظبط الدنيا وبعد كده نرجع الفيلم. الواحد فرصة يعني. وقت الغدا. ايه احلى طبق مسا والله. ايه جامد. قاعدة جامدة قاعدة جامدة. مجيش معك انا هاكل بقى واسيب. جاي معاك انا جعان اصلا. وده دي اخر حاجة استريحتها النهاردة، اخر بروجرام، وبعد كده ايه نرجع الفندق تاني. بكرة في الجون انتش الاول اديهم كلهم، بلعبهم انا الدون نجم في السما مش بنزل لهم. صار الغدا بقى. احلى مسا والله. ايه صباح الفل. النهارده المروح يعني خلصت الرحلة. انا سبتكم امبارح مش عارف تقريبا كنت سبتكم بعد
بعد الغدا باين في دهب، رجعنا شرم تاني، بس رجعنا فاصلين يعني. احنا صاحيين الساعة 6:30، قبل ما مشينا كانت الساعة 7:30، فطرنا وكده. كانت رحلة حلوة يعني، بس أكتر حاجة أنا ندمان إن أنا ما جبتهاش ونسيتها، الكفر بتاع المية نسيته وأنا رايح. أنا أول مرة أكتشف إن أنا ما نزلتش بحر في حياتي. أنا شفت شوية شعاب مرجانية ما شاء الله، سبحان الخلاق، سبحان الله، حاجة جميلة جدا 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 جدا. اللهم صل على النبي. البساطة دي كانت أكتر حاجة بسطتني في رحلة دهب، الشعاب المرجانية. جينا بقى تعبانين قوي، فلبسنا ونزلنا خليج نعمة، بس كنا فاصلين فما قدرتش أصور. جينا نمنا، صحيت سرحت بقى عشان ننزل، هو مش عارف، مش عجباني التسريحة. المهم ان واحنا مستنيين الباص ونرجع بقى تاني البيت كده. طبعا انتوا عارفين الطريق طويل وكده، فدي ممكن تكون نهاية الفيديو. ولو عجبكم الفيديو دوت متنسوش اللايك والسبسكرايب ودعموني كده ان شاء الله في اي حاجة تانية، اعمل فلوجات وارجع اعمل فيديوهات تاني، بس ان شاء الله هعمل يعني. بس انا داخل على الجيش برضه، فشجعوني. ولو في اي حاجة في الطريق هصورها، واعتبروا ان ده نهاية الفيديو او مش نهاية الفيديو. وان شاء الله يا رب نشوفكم مبسوطين دايما. وانا والله الفيديو ده لما يتمنتج انا مش عارف هو هيبقى عامل ازاي، بس ان شاء الله هيبقى كويس. صباح الفل عليكم، سلام عليكم.